بدوري أرحب بالجميع. هذه الندوة تندرج كما أكد الأخ رشيد الياقوتي رئيس لجنة الثقافة بالحزب الذي يتولى إدارة هذه الندوة، على أنها تندرج في إطار سلسلة من اللقاءات التي نظمها الحزب لتضامن وبحث علاقات المغرب مع جيرانه. محور علاقات المغرب مع جيرانه بعد الاعتراف أو في ضوء الاعتراف الفرنسي بمغربية الصحراء. ما غاديش نطول عليكم. اليوم في المنصات يعني توجد صفوة من الخبراء والباحثين، وهو في الواقع حقيقة وكنحسوا راسنا في هذه العشية بأننا طبعا يعني عائلة واحدة، كل من موقعه كنربط تقريبا على نفس الأهداف اللي هي استقرار وتقدم الشعوب ديال المنطقة وأن يسود يعني الأمن هذه المنطقة، لأنه نحن جميعا واعيين بأن الإمبريالية اللي كتحاول في كل حين أنها تزعزع الشعوب باش حقيقة بكيفية أو أخرى تولي تسترجع مظاهرها لما الشعوب المستضعفة بحال ديالنا استطاعت أنها تربح المعركة ديال تحرير الأوطان. فاليوم كنشوفوا واحد العدد ديال التحركات، منها هذه النزاعات المفتعلة اللي كتكون في واحد العدد ديال المنطقة. اليوم حنا في المغرب كنعانيو وعانينا منذ مدة طيلة 50 عام من قضية مفتعلة هي قضية الصحراء. هذه القضية ديال الصحراء اللي طبعا المغاربة موحدين وراء صاحب الجلالة في الدفاع على أنها صحراء مغربية ولن تكون إلا مغربية، ولكن حقيقة أنه لما كتجي اعترافات خصوصا من قوى كبيرة في العالم كتكون حقيقة تزكية للجهود اللي كيديرها المغرب في على رئاسته وتوجيهات صاحب الجلالة، لأنه الدبلوماسية المغربية في الآونة الأخيرة حققت واحد العدد ديال مكتسبات على الأرض، مكتسبات على مستوى التنمية، وطبعا مكتسبات الدبلوماسية اللي هذا واحد من المكاسب. فرنسا كقوة مستعمرة للمغرب كتحمل مسؤولية تاريخية، والرسالة اللي بعثها الرئيس الفرنسي لصاحب الجلالة اللي كيعتبر فيها بأنه من الآن فصاعدا فرنسا غتتعامل مع قضية الصحراء باعتبار أن الصحراء جزء لا يتجزأ من المغرب. وحقيقة ما أثنى الصبر في هذه الرسالة هو الاستعداد الفرنسي اللي يعبر عليه الرئيس ماكرون بأنه في العمل على تسوية هذه القضية وعلى تنمية هذه المناطق المعنية بهذه القضية. طبعا هذه سلسلة الندوات اللي بديناها مع السي وليد هذه واحد سنتين تقريبا بخصوص العلاقات المغربية الجزائرية. اليوم غادي يكون عندنا شرف أنه يكونوا معنا واحد العدد ديال الأساتذة، وعندنا شرف كذلك أنه في هذه الندوة يشرفونا واحد العدد ديال السفارات طبعا، وعلى رأسهم اللي كنشكروا جزيل الشكر فقط لأنه ماشي لأنه حضر معنا اليوم، ولكن لأن اعتبار بأن دولة جزر القمر هي أول دولة فتحت قنصلية في هذه السلسلة ديال القنصليات اللي كاينة، واللي كتأكد بأنه المغرب استطاع بالنضال ديالو والتضحيات ديال الشعب ديالو والتفافه على العرش أنه يحقق عدد من المكاسب اللي كتضمن الطي النهائي لهذه القضية وكتضمن الانتصار النهائي لصالح الطرح المغربي. طبعا كذلك يشرفنا. مرحبا بكم سيد السفير المحترم، وكنشكركم على استعدادكم الدائم وعلى طيبوة شعبكم وعملكم من أجل تقريب طبعا العلاقات ما بين الشعبين الشقيقين. كذلك الأساتذة الكرام الممثلي السلك الدبلوماسي اللي جايين مع واحد العدد ديال
السفارات. مرحبا بكم وشكرا لكم على القدوم. ما نطولش عليكم باش نخلي فرصه للاساتذه المتدخلين في هذا الموضوع المهم جدا. شكرا على الحضور ايتها الاخوات والاخوه.